اليوتيوب اوتوميشن هو اقصر طريق هيخليك تكسب فلوس بالذكاء الاصطناعي من غير اي مجهود. ده كلام سمعته كتير مؤخرا على السوشيال ميديا، وعلشان اعرف الحقيقه كامله وافهم بشكل كويس ايه هو اليوتيوب اوتوميشن كان لازم ازور شخص محترف في اداره قنوات اليوتيوب، وده كان رايه. مؤخرا انا شفت فيديوهات كتير بتتكلم ازاي تكسب فلوس. ده بقى الجزء الثاني من حياتي، ان انا بعمل محتوى والراجل ده كمان بيعمل محتوى. تكسب فلوس عن طريق حاجه اسمها يوتيوب اوتوميشن. الناس اللي بتسوق لده بيقولوا 3 حاجات. في حاجه كصناع كورسات، دكتور احمد عامل كورس عن اليوتيوب مانجمنت. في حاجه كصناع كورسات بنقولها دايما اللي هي فكره البروميس او الوعد. النهارده لما هو بيعمل كورس يتكلم فيه عن اليوتيوب مانجمنت، هو هنا بيديك وعد، يقول لك انا بوعدك ان انا هعلمك ان انت تحترف اداره قناه اليوتيوب. ده بروميس، وعد لازم ان هو يحققه. الناس دول بيوعدوا ب3 حاجات. اولا اسلوب التسويق بيعتمد ان هو بيكون معاه عربيه غاليه جدا، فبالتالي بيقول لك شايف العربيه دي. فهنا هو بيبدا يلعب على حاجه اسمها البين بوينت، نقطه الالم عندك. ممكن انت تكون موظف او تكون حتى ممكن تكون مبرمج موظف مش عاجباك حياتك، بس لما تبص للعربيه وتبص لشكل الحياه وان هو بيقعد في كافيه بيشتري بتاع ده هو من سيرنترو زي دكتور احمد عشان هو شغال فريلانسر وكده، فانت بتعجب. للاسف ما عنديش عربيه عشان ما عندكش عربيه؟ كان عندي كنت ماركته بالطريقه دي. فانت بتعجب بشكل الحياه، اسمها البين بوينت، نقطه الالم بتاعتك بيلعب عليها. الحاجه اللي هم بيقعدوا بيها، هم بيقعدوا باكتر من حاجه. النقطه الاولى ان انت تقدر تكسب فلوس عن طريق الذكاء الاصطناعي من الموبايل بدون خبره. الكلام ده يا دكتور احمد منضبط؟ هل انت كحد عندك خبره في استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وكصانع محتوى، حد شغال على يوتيوب مانجمنت وفريلانسر وتتابع تطورات دايما في عالم الاي اي لانه اكيد بيفيدك واكيد بتستخدمه، هل تقدر تحقق لي الوعود دي ان انت تعمل لي كورس يساعدني ان انا اكسب فلوس عن طريق الذكاء الاصطناعي من الموبايل بدون خبره؟ بص، انت ذكرت كلمه في الاول ان انت قلت ان هم بيوعدوا، او اللي بيشرح عموما الذكاء الاصطناعي بيقول لك بدون خبره خالص، وانا هخليك تعمل الذكاء الاصطناعي، هخليك هو اللي يكسبك فلوس. انت قلت اللي هو انت بتستعمله كحاجه مساعده. بالظبط. لو هي دايما هتفضل حاجه مساعده، والا انت هتصمم في الاساس روبوت بالذكاء الاصطناعي، فالروبوت ده هتعلمه ازاي يستخدم الذكاء الاصطناعي فهو يعمل كل حاجه. يعني كلنا هنسيب الشغل طيب. لو كان ده حقيقه كانت الناس اللي دخلت الكورسز ديت وخرجت منها كان زماننا شفنا دلوقتي حاليا طفره ما بين المصريين وما بين العرب عموما، ان في 5 مليون قناه اتعملت حلقه خلاص. يعني كان الموضوع انتشر جدا. لو الموضوع مش محتاج خبره، الموضوع محتاج مكسب، بيجيب مكسب سريع زي ما هم بيقولوا. للاسف دي وعود انا شايفها وعود محتاله جدا على نفسيه البشريه. النفس البشريه اللي هي انت هتجيب فلوس، فالواحد بيقول فلوس بالذكاء الاصطناعي الترند طالع حاليا فهنطلق وهدوس في الليله ديت. ده طبيعي. لما بيدخل بيكتشف ان الموضوع مش بالسهوله ديت. هو فعلا هيتعلم ازاي يعمل محتوى، بس المحتوى ده جزء من القصه، مش هي القصه كامله. المحتوى ده الف ب من القصه. بالظبط. احنا بنعمل 2 محتوى. انت عشان تعمل فلوس من المحتوى لا هتتعب. وبعدين في فرق ما بين ان انا اقول لك ان انا هعلمك ازاي تعمل محتوى وتكسب منه فلوس، وفي فرق ما بين ان اقول لك ان انت هتكسب فلوس عن طريق الذكاء الاصطناعي من غير مهاره، وفي الاخر تلاقيني بشرح لك ازاي تعمل قناه على اليوتيوب وازاي تعمل فيديوهات وازاي تعمل الكلام ده كله. ده غير ان انت تدخل هتلاقي في الاخر المحتوى بالذكاء الاصطناعي بيد بفلوس. بالظبط. زي دي الخدعه اللي هتلاقي اي حد يدخل فيها كده ذكاء اصطناعي فيدخل مسموح لك ب 10 ثواني 15 ثانيه، بعد كده يدفع فلوس عشان طيب احنا كنا وقفنا عند فكره ان الحاجات دي اغلبها بيكون بيد. انا مش عامل الفيديو ده قصدي على اي كورس من الكورسات اللي انا نزلتها علشان تختاروا منها حاجه علشان نقيمها، لان انا لسه ما قيمتهمش. بس ابتداء لو انت ناوي تشتري، فالفيدباك اللي جات لي من الناس اللي خدت الكورسات دي سيئه، وانا ما خدتش الكورسات ومش هقول رايي في كورس معين من اللي انا قلت عليهم، بس انا صدقني ممكن اقول رايي من غير ما انا اشتري، بس مش هقول رايي في اي كورس فيهم غير لما اشتري، رغم ان انا بنيت وجهه نظري على اسلوب التسويق، ان ده اسلوب التسويق بيعتمد على نقطه الالم والاستفزاز. اليوتيوب اوتوميشن بالاي اي هو مجال شغال ونجح مع الناس بيجي منه فلوس، خلينا نكون صراحه بديت. حلو. وانا اشتغلت مع قنوات كيوتيوب مانجر، اشتغلت مع قنوات ذكاء اصطناعي اي اي بتعمل دوت، والمحتوى بتاعنا معمول على ده وناجحين ويكسبوا لنا فلوس كويس جدا. حلو. ازاي؟ بالاي اي بنعمل فيديوهات بالاي اي. تعمل فيديو بالاي بالاي بالظبط، بس بيبقى في الغالب مش كله. يعني احنا بنحب نعمل يعني الفويس اوفر بنحب نعملها حقيقيه حتى الان، لان لسه مع ان طلعت في حاجات متطوره جدا في الفويس اوفر، بس لسه اللي هي يصيغ المشاعر بالظبط مش اقوى حاجه، وما زال الناس مهما كنت اقوى حاجه متطوره بتطلقت اللي هي فويس اوفر. بس الفيديوز الموجوده في حاجات كتير بتتعمل بالذكاء الاصطناعي. بس انتوا القنوات دي بتحقق ارقام كويسه؟ بتحقق ارقام كويسه، بس الفكره معقولة. ما وراء القناه ديت، ما دي بقى فكره. يعني ما وراء القناه دي تيم شغال ماركتنج، تيم بيفكر في افكار الكونتنت، مش واخدين فكره شات جي بي تي بس وخلاص، في بيتعاد صياغه السكريبت بيتعمل بعديها، في ناس بتمنتج وراه بعد المونتاج بتاع الاي اي بيمنتجوا وراه تاني، في حاجات في افكار، في اناليسيس، في متابعه، في كذا في كذا في كذا، في تيم ماركتنج معمول ليه. فكوني انا اطلع واقول لواحد مصطفى انت تطلع دلوقتي حاليا هعلمك الذكاء الاصطناعي هتجيب فلوس لوحدك، الجمله ناقصه. وفي الغالب مش عايز اظلم حد زي ما انت قلت، في الغالب المروج للكورس هو عارف المعلومه ناقصه، هو ما ذكرش معلومه ان في الغالب الفيديوهات ديت او البرامج دي مدفوعه. دي نقطه. أيوة. ودي نقطه يعني انت مش ذاكرها ومدخلني جواها
في الاخر بلبس. فبالظبط انا هلبس في النص. مش موضح لي ان الموضوع في الغالب بياخد وقت طويل جدا. يعني لما اوعد ان مثلا على مدار سنه بتكون الدنيا بدات تشوف مكانها عامل ازاي. في اليوتيوب مانجر عموما يعني كيوتيوب مانجمنت بنقول لحد عموما في اي محتوى احنا بنتست 6 شهور. بنشوف البلان عامله ازاي، بنشوف الدنيا، بنشوف هنغير ايه. فكون يقول لك يا مصطفى والله لا انت قناه ذكاء اصطناعي هتنجح في اول شهر وهتجيب فلوس وضمان استرجاع 30 يوم مش عارف ايه، غالبا بلح بدون ما نحكم برضه، بدون ما ناخد كورس. وان كنت انا شفت كورسز لناس اجانب بالفعل، لان دوت مجال انا بشتغل بكلاينتس بس هو مش مجالي. بس انا بشتغل مع كلاينتس مع الناس اللي شغاله بيه. فلا يعني حتى الان من الكورس الاجانب المعلومه مش كامله، من كورسات بفلوس المعلومه مش كامله في النص، والمعلومه من بره غير الموجوده من جوه لما تدخل جواها. فهو حتى الان مجال عليه علامه استفهام انترناشونال وعليه علامه استفهام كبيره جدا. وان كان تاني في ناس تكسب فلوس منه، بس تكسب فلوس صح. من كام الف قناه كم هتنجح؟ واللي هتنجح في الغالب ماشيه بتيم معين ليها. اللهم يعني انما امره يراد شيئا ان يقول كن فيكون. في قناه بدون واحد كده يروح فيديو ليه ويطرقع ويقول لك خلاص انا دي الكيس ستادي بتاعتي. وفي الغالب هتلاقي مثلا مروج الكورس لو حصلت معاه ده مش هيهريه، ده هيدفع له ده هيعمل له كورس مخصوص اللي هو تعالى قصص النجاح، كلام قصص النجاح. مع ان سبحان الله ظهر في الالجوريزم، اختاروا هوب فايرال، الدنيا اتقلبت خلاص. ده حصل، ده مش طبيعي. انا رجعت كام قناه ممكن مش كتير يعني معمولين بالذكاء الاصطناعي، انا ما اتفرجش على المحتوى اللي فيهم، فالكلام فعلا مش منضبط يعني. بالظبط. يعني برضه في جزئيه مهمه. انا عندي استوديو انيميشن فشغال فيه الحمد لله حوالي مثلا 20 حد فول تايم ما شاء الله يعني، فالدنيا تمام. احنا بنستخدم الاي اي حاليا في حاجات معينه. في الستوري بورد مثلا بنعمل ستوري بورد قوي جدا رهيب جدا، بيعمل ستوري بورد عظيمه جدا حاليا موجود بطريقه عظيمه. انما اقول له اعمل لي الفيديو الفكره وقصص خيال، بيتكلم في قصص قصص 3 دي قصص 2 دي وهكذا. عشان نطلع قصه معموله بالذكاء الاصطناعي ده موال، قصه انيميتد اللي هي خلاص بقى فول انيميتد. من هيكتب لك سكريبت، هيكتب لك سكريبت، هيعمل لك فويس اوفر، هتعرف توصل الحاجات ديت، هتعرف تطلع الستوري بورد. تعال عند جزء بقى الشغل الانيميشن او شغل ان انت تطلع الفيديو نفسه بالذكاء الاصطناعي. لا حاليا ننقصك كتير جدا مهما كانت اقوى الحاجات اللي بتتشرح، مهما كانت بقى معظم المواقع اللي بتتشرح المواقع الثقيله. في مواقع زي كلينش ران واي وحاجات دي مواقع ثقيله فعلا بفلوس بالمناسبه، وهتصرف منك فلوس مش كتير، بس عشان تطلع كواليتي عاليه وفيديوهات طويله هتاخد منك فلوس كتير. ودي موال عشان تظبط البرومت، موال عشان تظبط كذا، محتاج برضو منك اتقان سريع، يعني اتقان هيطول معاك وهياخد منك وقت قبل ما تتقنه. الموضوع مش سريع زي ما هو بيقولوا خالص خالص خالص. طريقه الدعايه للكورس حاليا لا يعني فيها نصابيه. عامه انا هديكم نصيحه، لو حد فكر ان هو يشتري كورس فانت بتبص لاكتر من حاجه. اول حاجه الشخص اللي بيقدم الكورس ده مين هو وايه خبرته في الحاجه اللي هو بيتكلم عنها. الحاجه الثانيه هي التقييمات بتاعت الناس اللي طالعه من الكورس ده، يعني الناس اللي خدت الكورس ده فين تقييماتهم وبيقولوا ايه. الحاجه الثالثه هي سياسه الاسترجاع، هل انا اقدر ان انا ارجع؟ ما انا هفك تقييمات، اسف على المقاطعه. ما تفك يا عم انا مالي. ماشي حلو. يعني مثلا التقييمات الفيك بتبان ولا ما بتبانش؟ هتلقطها منين عادي يعني؟ انا حاسس انا كشخص بحس ان انا بقدر اميز الكورس الفيك من الكورس الحقيقي. ماشي الكورس حتى من نوع المحتوى نفسه يا جماعه. يعني مؤخرا لما بدات سلسله تقييم كورسات، والله شخص مش عارفه يعني بعت لي فيديوهات لشاب عامل كورس بيتكلم عن اللي هو الحاجات اللي هم بيعملوا ميديا باينج. اسلوب تسويقه هو بيسوق بالمعلومات، بيقول لك انا ميديا باينج بعت بكذا فعلشان ابيع بكذا عملت كذا، فده تسويق كويس، انت بتسوق لي بالمعلومه. زي اللي هو بتاع اي سكول اللي هو المشهور قوي ده، اللي هو بيطلع اللي هو اي سكول جويش ده بيسوق لك بالمعلومات. اما هو ما بيطلعش يقول لك، مع ان هو ممكن يبقى الميديا باينج انت ممكن تكسب منه فلوس كتير قوي، ممكن تكسب منه 100,000 جنيه في الشهر صح؟ ممكن مش حاجه لها ليميت يعني. ما بيطلعش يقول لك انا هعلمك الكورس اللي هيخليك تكسب 100,000 جنيه في الشهر. لا قول لي هعلمك الكورس اللي يخليك تبقى ميديا باينج شاطر، تشتغل كفريلانسر مع اجانب او مع عرب، وتشتغل في شركات محترمه، شركات كويسه تديك مرتب كويس. فاهم قصدي؟ في الغالب لو حد محترم جدا، انا بحترم الناس ديت بالفعل اللي تديك البروميس الحقيقي بالظبط. خصوصا بقى البروميس الفلوس دوت دايما على علامه استفهام جدا جدا. اصل دلوقتي دكتور احمد ما هو عامل كورس يوتيوب مانجمنت، كورس يوتيوب مانجمنت بتاعه مش عشان هو صاحبي او علشان انا عارفه فانا هقول كده، اجمد من كورسات كتيره واقل منهم في السعر. يعني انا شايفه من التوب في الوطن العربي لو ما كانش التوب. هو مش صعب عليه ان هو يروح يأجر عربيه ويسوق بنفس الاسلوب وهيبيع كتير. وخلي بالكم لما يبيعوا الكورس بتاعه كويس فالفيدباك اللي هتيجي حلوه، فهيشتغل كتير 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 كتير، غير ان انا اعرف ابيع، ابقى شاطر في ان انا ابيع ويبقى الكورس بتاعي وحش، فانا هنا هلبس في الحيطه. كل شويه هيجي لي شكاوي. انا جات لي كميه رسائل على انستجرام من الكورسات اللي شبه كده
فيدباك وحشه جدا، فيدباك مزريه. يعني انا لو صاحب الكورس هبقى مكسوف من نفسي، يعني انا كده حرفيا بنصب على الناس.